السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد على قناتكم عالم الفنون والطبخ. سعيدة بلقياكم وأتمنى أن ألقاكم دائما بأحوال جيدة. إذا كانت هذه زيارتكم الأولى للقناة فأتمنى أن تشتركوا بها بالضغط على الزر الأحمر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا دعمي بالضغط على زر لايك. سأشارك معكم اليوم أكلة رائعة بالأرز، والجميل فيها أنها سريعة التحضير وسهلة، يمكن أن تقدمها كوجبة للعشاء أو مرافقة لبعض اللحوم المشوية. سنحتاج إلى 250 جرام من الأرز، ما يعادل تقريبا كأسين، إلى كأس ونصف من البازلاء أو الجلوبان. سنحتاج إلى حبة طماطم مقطعة مربعات، سنزيل الحبوب أو البذور. سنقطع حبة فلفل أخضر حلو، يمكن أن نستعمل الفلفل الأخضر أو الفلفل الأحمر والأصفر حتى يعطينا ألوان لهذا الطبق. 3 ملاعق من الكزبرة والبقدونس مفرومين، وملعقة كبيرة من مركز الطماطم. سنحتاج إلى بعض التوابل، ملعقة كبيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من البابريكا أو الفلفل الأحمر الحلو، نصف ملعقة من الفلفل الأسود أو الإبزار، والقليل من الملح. سنحتاج إلى مكعب المرق بنكهة لحم البقر، وسنحتاج إلى شعيرات الزعفران تعطي لون لهذه الأكلة وأيضا نكهة رائعة. يمكن استبدالها بمكعب المرق بنكهة الزعفران فهو متوفر. سنأخذ الأرز ونقوم بغسله جيدا، وسنستعمل مقلاة غير لاصقة. من الأفضل أن نستعمل مقلاة غير لاصقة، وإذا لم تتوفر لديكم يمكن أن تستعملوا أي مقلاة، فقط عند اقتراب أن طهو هذا الأرز من الأفضل أن نستمر في التحريك حتى لا يلتصق لدينا في القعر. سنضع كل المكونات، وهذا هو سهولة أو هذه سهولة هذه الوصفة. لن نحتاج إلى قلي أي شيء، فقط نضع الكل مرة واحدة. نضع التوابل الخضر، وسنضع كمية لا بأس بها من الكزبرة والبقدونس. يمكن أن تضعوا نصف الكمية الآن والنصف الآخر من الكزبرة والبقدونس عندما يقترب الأرز على الطهو. سنأخذ هذه الشعيرات نضيفها إلى الماء الساخن. سأضع الماء تقريبا كمية الأرز ونصف من الماء. ونسيت أن أذكر لكم القليل من زيت الزيتون. سنحرك هذه المكونات ونضعها على نار متوسطة، فالأرز لن يحتاج إلى الكثير من الوقت حتى ينضج، وبالتالي فهو عشاء سريع. يمكن أن تضيفوا بعض اللحوم لهذه الوصفة مثل الديك الرومي أو الدجاج، لكن صراحة أنا أحبها هكذا بدون إضافات أي لحوم، فمذاقها رائع. سأضع هذا الطبق أو هذه المقلاة على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، ثم سيصبح الأرز ناضج. وهذا هو شكل الطبق النهائي. كما قلت يمكن أن ترافقوها لبعض اللحوم المشوية أو كعشاء أو وجبة عشاء، فمذاقها رائع وأنا متأكدة أن الأطفال سيعجبون بها، وأتمنى أن تجربوها وتنال إعجابكم.
ولا تنسوا دعمي باللايك ومشاركة هذا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم، وتابعوني على صفحتي على الانستغرام وأيضا على الفيسبوك لتتعرفوا بآخر الفيديوهات. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء بفرصة قادمة إن شاء الله.